يا مساء الخير، يا رب تكونوا كويسين وتتفرجوا على الفيديو ده. هنعمل النهارده مع بعض تارت الفراولة بالكاسترد. التارت ده من الحاجات المحببة جدا الى قلبي، ومن الحاجات اللي فعلا بتطلب مني كتير. تعالوا بينا بقى نبدأ بالطريقة. بما ان الفراولة طلعت فيلا بينا بقى نعمل بيوريه الفراولة. بص، بيوريه الفراولة ده انا بصراحة بستخدمه في حاجات كتير، بستخدمه في التارت وبستخدمه في التورت، وممكن كمان نعمله سندوتشات. يعني بصراحه هو بيبقى طعمه حلو قوي. عندي هنا كيلو ونص فراوله، انا مش هستخدم الكميه كلها في التارت، انا هستخدم شويه والباقي بيتشال في الفريزر عادي جدا، بيقعد على فكره بالاسابيع. حطيت نص كوبايه سكر، وحطيت عصره ليمون، وربع كوبايه ميه. ما تزودوش الميه لان هي الفراوله فيها ميه كتير وهتنزلها، احنا اصلا يعني عايزين الميه دي بعد كده تتبخر. هديهم تقليبه كده مع بعض شويه على نار هاديه. بعد كده بعد 10 دقايق مثلا كده هيكون ده المنظر بقى. بصوا، انا قطعتها قطع متوسطه عشان انا حابه البيوريه يكون فيه قطع كبيره. لو انتوا عاوزينه صغنون، حبه صغننين يعني، او قطع صغيره، صغروا القطع شويه. طبعا شلت الريم في النص. وبعد تقريبا ربع ساعه، مش بيطول على النار، ربع ساعه وهيبقى شكله كده. ما تغيبوش عنه كتير لانه من الحاجات اللي بتتحرق بسرعه جدا. هحطه في بوله واغطيه كده واشيله في التلاجة يبرد على ما نعمل الكاسترد. بصوا بقى، هحط هنا كوبايتين حليب، اي نوع حليب انتوا عاوزينه. هحط عليهم معلقه كبيره فانيليا، وهسيبهم كده يسخنوا على النار. انا عايزاهم يسخنوا بس مش يغلوا. عندي في بوله 6 صفار بيض، هحط عليهم سكر وهقلبهم شويه مع بعض. بصوا انا عايزه القوام، بصوا دلوقتي القوام عامل ازاي، تقيل ازاي. لا، انا هقلبه 5 دقايق كده ولا حاجه، او اقل كمان، لحد بس ما يفتح ويبقى ناعم خالص زي ما هتشوفوه كده. يعني بصوا بقى سايل، السكر كمان يكون داب شويه. انا بقى هرفع الحليب من على النار وهسيبه كده على جنب يهدى لحد ما احط النشا بتاعي. حطيت هنا ربع كوبايه نشا، هقلبهم مع الصفار البيض ومع السكر، وهقلبهم كويس قوي. لازم يكونوا برضو ناعمين شويه، يعني طبعا هي النشا تقيله. شوفوا بقى، الحليب لازم ما يكونش سخن قوي علشان النشا ما تفكش معانا. هنزل بقى بالحليب شويه شويه. طبعا في الاول احط حبه صغيرين عشان البيض ما يستويش، وبعد كده هنزل. يعني كل مره بزود كميه الحليب اللي بنزلها لحد ما انزل الكميه كلها. هديهم تقليبه كده بسرعه، وبعد كده هرجعه الكسرولة تاني بس اصفيه، عشان لو في اي كلاكيع بيض ولا حاجه تنزل في المصفى. وارفعه على نار هاديه، ما تبقاش النار عاليه زي ما قلت، علشان النشا ممكن تفك معانا، وهتلاقيها كده عملت زي مثلا سائل ميه بعد ما الكاسترد جمد. انا قلبت لحد ما القوام بقى كده. هحط بقى معلقه زبده. انا حطيت معلقه زبده بس معرفش ليه ما اتصورتش. المهم هنقله في بوله، وهحط بعد كده ستريتش، ولازم الاستريتش يكون ملامس للكاسترد علشان ما يعملش قشره. كده حطيت الكاسترد في التلاجة هو بيوري الفراولة. وهحضر دلوقتي عجينة التارت. دي عجينة التارت الأصلية، دي مش ملعوب فيها ولا أي حاجة. هي ده مكوناتها 400 جرام دقيق، عليهم رشة ملح، 200 جرام زبدة، 100 جرام سكر بودرة، يعني 4 2 1، عارفين 4 يعني 400 جرام دقيق، نص الدقيق زبدة، نص الزبدة سكر بودرة. هقلبهم مع بعض في الكبة كده لحد ما هيبقى قوامهم عامل زي الرملة. الزبدة لازم تكون ساقعة طالعة من التلاجة، ونقطعها مكعبات صغيرة عشان نسهل على الكبة. ما ينفعش تكون في حرارة الغرفة أبدا، وطبعا مش في الفريزر عشان ما تكسرليش السلاح بتاع الكبه. بعد كده هحط بيضايه، وهحط معلقه فانيليا كبيره. شوفوا لو بتحبوا التارت يكون ناعم قوي قوي، زودوا كمان صفار بيضه، على فكره برضو بيطلع طعمه حلو. عجينه التارت من الحاجات اللي المفروض ما تكونش العجينه متماسكه. شايفين خالتي اللي قاعده دي رهيبه، كانت عندها فضول رهيب تعرف انا بعمل ايه. المهم، حطيت بقى كده. لو لقيتوا ان العجينه بتاعتكم مش متماسكه قوي او مش عارفين تلموها، زودوا. بصوا انا زودت تنتوفه ميه، نقطه صغنونه جدا. لميت بقى العجينه كده. هي عجينه التارت عامله زي عجينه الكيش بالظبط، بتكون مفرفته. هشيلها في التلاجة نص ساعة او ربع ساعة، وبعد كده هطلعها وهفرد كده السيليكون مات بتاعتي، واحط رشة دقيق. لو مفيش سيليكون مات عادي ممكن تتفرد بين ورقتين زبدة، ممكن تتفرد بين كيسين نايلون، زي ما انتوا عايزين، المتوفر عندكم اعملوه. حاولوا بس ما يبقاش على الكاونتر دايركت عشان ما تتقطعش وتلزق معاكم. فيفضل يا اما ورقة زبدة يا اما كيسين نايلون. طيب انا كده فردتها خلاص. ممكن تلاقوها بتتقطع من الحروف شويه عادي، زي ما قلنا هي عجينه ما فيهاش سوائل كتير.
جبت القالب بتاعي وهنقل عليه العجينة بتاعتي. هحط العجينة بقى جوه القالب، وبعد ما افردها كده، وانا بفردها انا بصوا بمسك الاطراف ارفعها لفوق وادخل ايدي كده من الجوانب، الزق الجوانب في الحروف، على يعني انا اللي اقصد اقوله ما تشدوش العجينة، عشان لو شديتوا العجينة هتتقطع معاكم. قطعتها كده وسويتها بالنشابة بالسكينة زي ما انتوا عايزين. والباقي ده ساعات بشيله في الفريزر، ممكن مثلا بعد يومين 3 استخدمه. وساعات بعمل منه طبعا قوالب تارت صغيرة، حشوات مختلفة بقى، كل واحد ياخد واحدة كده، لو مثلا مطلعة هدية لحد ولا حاجة اديها له كده زي ما هي، خرمتها كده بالشوكة عشان ما تتنفخش. ممكن كمان اجيب ورقة زبدة واحط عليه اي نوع من انواع البقوليات، وادخله الفرن على درجة حرارة 190. هتقعد تقريبا، انا قعدت معايا حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع لحد ما خدت لون حلو. في النص علشان الارضية تاخد لون بشيل ورقة الزبدة والبقوليات يعني اللي انا حطاها، بشيلها وبدخلها الفرن تاني علشان الطبقة برضو تاخد لون. بصوا بقى، انا هنا دهنت الارضية شوكولاتة دارك لسبب، لان انا كنت التارت دي كنت رايحة بيها لحد يعني، فما كنتش عايزاها ترطب، يعني كنت هاخدها لمامتي بعدها بيومين، فانا ما كنتش عايزاها ترطب، فحطيت شوكولاته في الارضيه. بس دي اول مره احط شوكولاته في الارضيه، غير كده كنت بحط الكاسترد على طول. فاللي بيحصل ان البسكوت كان شويه ممكن يرطب بعد يومين ولا حاجه. عايزين نصيحتي وبمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه، ما تدهنوش شوكولاته، من غير الشوكولاته احلى. بس الشوكولاته برضو الناس اللي بتحب الشوكليت طعمها كان حلو صراحه. التارت كان طعمها كله حلو، الكاسترد والفراوله كومباينيشن كده وميكس رهيب حلو جدا. انا عجبني وعجب كل اللي ضاقوا. اتمنى ان انتوا تجربوه، هيعجبكم انتوا كمان. ولو لسه بتتفرجوا لحد دلوقتي فش بجد شكرا جدا جدا ليكم. اشوفكم الفيديو الجاي في وصفه جديده. بحبكم. باي باي.